النهاردة هشارككم طريقتي المعتمدة لعمل بيتزا المطاعم في البيت. مفيش أحلى من ريحة البيتزا وهي طالعة من الفرن والجبنة سايحة عليها. هعمل معاكم أحلى بيتزا ممكن تدوقوها بعجينة قطنية وهشة جدا. يلا نبدأ ونشوف الجمال ده سوا. ياريت لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش عشان يوصل لكم كل جديد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا نبدأ أول حاجة بقى مع بعض كده بالمكونات بتاعتنا. أنا عندي هنا بولة هنزل عليها بقى ب4 كوبايات من الدقيق. أنا عندي هنا ال4 كوبايات بيعملوا 4 بيتزات وممكن أكتر كمان على حسب حجم البيتزا اللي انتوا عايزينها. هبدأ بقى كده إن أنا أنخل الدقيق علشان خاطر بس لو في أي تكتلات ما تنزلش معايا. بعد ما انخل الدقيق بتاعي بقى هبدأ إن أنا كده أضيف كل المكونات الجافة عليه. أول حاجة عندي اللبن البودر. أنا عندي هنا كيس لبن بودر اللي هو الكيس الصغير، أو لو عندكم لبن بودر من التاني ممكن تحطوا 4 معالق كبيرة. هنزل عليه بمعلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من السكر، كيس خميرة فورية برضو اللي هو الصغير، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. والخميرة الفورية لو مش متوفر عندك أكياس ممكن تعملي معلقة كبيرة ممسوحة كده من الخميرة الفورية. هبدأ بقى إن أنا أقلب كده كل المكونات الجافة مع بعضها. هنزل بقى عليهم ب4 معالق كبار من المايونيز. المايونيز دوت بيخليها خطيرة، طريان، بيخليها هشة كده وطرية حلوة جدا مع الزبادي. هنزل بقى عليهم بعلبتين من الزبادي. عندي هنا العلبة 75 جرام، العلبة الصغيرة، علبتين من الزبادي. هبدأ بقى كده ان انا يعني اعجنهم مع بعض. وبعدين هنزل عليهم بالمية تدريجي بنفس علبة الزبادي. هبدأ ان انا احط فيها مية كده دافية، هننزل عليها كده يعني واحدة بواحدة. طبعا كل بيت بيكون فيه دقيق يعني مختلف عن البيت التاني. هبدأ بقى ان انا كده انزل بالمية تدريجي زي ما انتوا شايفين. كل نوع دقيق طبعا بيختلف عن نوع دقيق تاني. هفضل ان انا انزل بالمية كده تدريجي لحد ما العجينة بتاعتي تبقى مظبوطة معايا. وطبعا عجينة البيتزا هنا مش بتكون لا هي ناشفة ولا هي سايلة خالص، يعني بتكون حلوة كده يا دوب، يعني بتكون ملزقة وهوريكم شكلها دلوقتي. شايفين انا عمالة بعجن فيها اهوت، ولسه طبعا فاضل عندي برضو دقيق تاني. طبعا هضيف مية تاني، ولو المية زادت منكم برضو ما تقلقوش خالص. انا برضو يعني صورت معاكم الخطوة دي علشان خاطر لو اي حد بيعجن البيتزا والعجينة بتاعته طلعت طرية منه قوي، طبعا ليها حل، هنضيف ليها دقيق. طيب لو هي طلعت متماسكة قوي هنضيف ليها مية. يعني كل حاجة ليها حل. طبعا هنا لقيتها برضو طريت مني شوية، فانا ضفت لها هنا معلقتين كبار من الدقيق. برضو هعجنهم هنا مع بعض بقى كويس جدا لحد ما الدقيق بتاعي يختفي خالص. احتاجت برضو تاني دقيق فحطت لها. هعجنها بقى كده مع بعض كويس جدا، وبعدين في الاخر هرش عليها رشة دقيق وهنقلها في بولة تانية واسيبها بقى تخمر معايا. وبعدين هبدأ ان انا اعمل الحاجات بتاعتها كلها. نبدأ بقى كده ان احنا نجهز مع بعض الفراخ ونجهز مع بعض الصلصة. يعني العجينة هتعجنوها وتسيبوها تخمر، وبعدين تبدأوا تجهزوا كل الحاجات بتاعتها. شايفين ده شكلها عامل ازاي؟ هبدأ بقى كده ان انا انقلها في بولة تانية وهغطيها بستريتش. شايفين انا رشيت عليها كده رشة دقيق من فوق عشان هي كانت طرية قوي. بس هي عجينة البيتزا اهم حاجة ان هي تكون معاكي طرية، لا هي طرية قوي ولا هي ناشفة، زي ما انا وريتكم السمك بتاعها كده. يلا بقى كده نجهز الفراخ بتاعتنا. يلا طاسة على النار، هنزل بقى عليها بمعلقة من الزبدة وشوية زيت، وبعدين هنزل عليهم بصدور الفراخ. هقلبهم بقى كده مع بعض تقليبة حلوة لحد ما الفراخ كده لونها يغير. خلاص هنزل بقى عليها بالملح، فلفل اسود، معلقة صغيرة من فلفل الاسود، وبهارات فراخ ومعلقة صغيرة من البابريكا. وبعدين هقلبهم كده مع بعض، وبعدين هنزل عليهم بقى ببصلتين كده متوسطين متقطعين جوليان. هنقلب كده مع بعض.
هنزل بقى عليهم بفلفل الالوان بتاعي. طبعا الفلفل ده انتوا تحطوه حسب ما انتوا حابين يعني. هنقلبهم بقى كده مع بعض. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة وريحتها كمان تجنن. هنزل بقى عليهم بمعلقتين كبار من صوص الباربيكيو، ده بيودي الفراخ في حتة تانية خالص. هنقلبهم كده مع بعض. وطبعا هنا انا هوطي عليها النار بقى واسيبها ان هي تستوي مع بعضها كده مع نفسها كده يعني كويس. شايفين شكلها عامل ازاي؟ خطيرة كده. خلاص نكون خلصنا الشاورما بتاعتنا. يلا بقى نبدأ نعمل الصلصة. حلة على النار، هنزل عليها بقى بشوية كده من الزيت، وبعدين هنزل عليها بحوالي 5 فصوص من الثوم كبار. هنقلب بقى كده الثوم مع بعضه، وبعدين هنزل عليها بمعلقتين ملح، الملح طبعا حسب الرغبة. هنقلب بقى كده مع بعض، وبعدين هنزل عليهم بالصلصة بتاعتي. انا هنا عملت نص لتر من الصلصة، وطبعا الصلصة بتاعت البيتزا لو زادت منكم عادي هتشيلوها في الفريزر وبتستخدموها عادي في اي وقت. شايفين الصلصة عملت ازاي؟ اول ما تتسبك معايا كده هنزل عليها بحوالي ربع كوباية من المية، مية مغلية. بعدين هنزل عليها بمعلقة صغيرة من السكر. طبعا السكر هنا حلو علشان خاطر بس الناس اللي بيكون عندهم حموضة، فالصلصة كده مش بتتعبهم. فخلاص كده خلاص خلصت معايا. هنزل بقى عليها بمعلقة كده صغيرة من الزعتر. لو الزعتر عندكم خشن هتعملوه بايديكم زي ما انا عملته كده بالظبط. هنقلب بقى الزعتر في الاخر كده، بيخليها بصراحة خطيرة. كده خلاص تكون خلصت معايا. ده السمك بتاع الصلصة بتاعت البيتزا. كده خلاص تكون خلصت معايا. هنا بقى العجينة بتاعتي خلاص خمرت. شايفين بقت عاملة ازاي؟ طبعا لازم ان احنا نعملها كده، ننزل العجينة كلها. وطبعا شايفين زي ما انتوا شايفين كده برضو ملزقة معايا، هو ده السمك بتاعها. هنزل عليها بقى بمعلقة من دي كده عشان بس ان انا اعرف اقطعها. وطبعا اول ما ابدا ان انا افرد العجينة، قبل ما افردها طبعا لازم اشغل الفرن بتاعي. اهم حاجة البيتزا بتدخل في درجة حرارة بتكون عالية، لازم الفرن يكون سخن معايا. هجيب بقى صينية كده او اي صينية عندي ادهنها زيت، وبعدين هبدا بقى ان انا اقطع البيتزا. طبعا انا هنا ممكن اعملها عادي، ممكن اعملها 8 بيتزايات صغيرين، لكن انا هنا عملت بصراحة 4. يعني انتوا لو انتوا حابين تعملوها ميني بيتزا عادي، عايزين تعملوها مثلا بيتزتين 2 بس برضو تمام. حابين 4 حابين 5 حسب ما انتم عايزين يعني. كده خلاص انا قطعت البيتزا بتاعتي. هسيبها بقى ترتاح كده لمدة 10 دقايق، وبعدين هجيب الصاج بتاعي او الصينية يعني اي حاجة متاحة عندكم. انا عندي هنا الصاج ده كبير شوية فهو هياخد معايا بيتزايتين. هدهن بقى الصاج بتاعي، ويلا بقى كده على الرخامة او على الصينية او على اي حاجة، المهم يكون سطح كده نضيف. هنزل بقى عليه كده برشة من الدقيق، وبعدين هجيب البيتزاية بتاعتي. هبدأ بقى كده ان انا افردها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تعملوها بايديكوا او تعملوها بالنشابة اللي انتوا حابينه. تمام. اهم حاجة البيتزا واحنا بنفردها السمك بتاعها ما يكونش رقيق معاكم قوي ولا تخين. يعني انا هوريكم دلوقتي السمك بتاعها عامل ازاي. شايفين عامل ازاي؟ حوالي كده نص سنتي، يعني سمكها بيكون حوالي نص سنتي. خلاص كده انا خلصت الاولى، هعمل معاكم التانية كمان. هبدأ بقى كده ان انا افردها كده من الوش، وبعدين هرجع اقلبها على الناحية التانية. هبدأ بقى كده ان انا برضو افرد بالنشابة تاني لحد ما اعملها بالسمك اللي انا محتاجاه. شايفين ازاي؟ يلا بقى كده حطيناهم هما الاتنين في الصاج. يلا اول حاجة بقى هنعملها ان احنا نبدأ ان احنا نعملها بالشوكة زي ما انتوا شايفين كده، علشان بس في الفرن ما تعلاش معايا قوي. ده شكلها اهوت والسمك بتاعها ممتاز. ننزل بقى عليها كده بالصلصة بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض. هندهنها بقى بالصلصة كده كويس زي ما انتوا شايفين. طبعا الخطوات بتاعت رص البيتزا دي بترجع لكل واحد يعني حسب ما هو عايز. خلاص كده دهنت الصلصة بتاعتي. بعد الصلصة بقى هنزل عليها بالشاورما اللي احنا عملناها برضو مع بعض. هبدأ بقى كده ان انا اوزع الشاورما بتاعتي. طبعا عملت معاكم الاتنين دول، والاتنين التانيين عملتهم بعد ما صورت الفيديو، وبرضو هنشوفهم كلهم مع بعض. هنزل بقى عليهم بشرايح الطماطم، وبعدين هنزل عليهم برضو بشرايح فلفل كده اخضر
ولو انتوا برضو في فلفل الوان متوفر تاني برضو ممكن تحطوا عادي، يعني فلفل اخضر او فلفل الوان اللي متاح يبقى كويس جدا. وبعدين هبدأ بقى كده ان انا انزل عليها بطبقة حلوة كده من الجبنة الموتزاريلا. انا عندي الجبنة دي عبارة عن جبنة موتزاريلا مع جبنة رومي، وطبعا لو في جبنة شيدر برضو هتحطوها هي كمان معاهم، يعني ميكس الجبن بيبقى خطير مع البيتزا اصلا. نبدأ بقى نحط شرايح الطماطم، وننزل تاني بشرايح فلفل كده بسيطة على الوش. وبعدين اخر حاجة بقى مع بعض هنعملها مع بعض هي الزيتون بقى. نبدأ بقى كده احنا هنوزع الزيتون زي ما انتوا شايفين كده. هنوزع الزيتون كده على الاتنين. طبعا اهم حاجة بقى الفرن بتاعي يكون سخن جدا. هنحطها على الرف اللي تحت، يدوب بتاخد معايا حوالي ربع ساعة، يعني هي مش بتاخد اكتر من ربع ساعة. لو الفرن بتاعنا سخن كده كويس تاخد معايا ربع ساعة، يدوب بتستوي من تحت. لو انتوا حابين تولعوا عليها شواية من فوق يدوب تاخد وش بسيط خالص تمام، مش حابين خلاص بلاش. يعني انا بالنسبة لي انا ما ولعتش عليها شواية خالص، بخليها تستوي من تحت وبس. شايفين الجمال؟ هي كده خلاص خرجت من الفرن. بصراحة مش عايزة اقول لكم ريحتها خطيرة، يعني ريحتها مالية البيت كده بصراحة، تحفة تحفة تحفة. ده كده شكلها. يلا بقى كده نقطعها مع بعض. شايفين السوا بتاعها عامل ازاي؟ السوا بتاعها خطير يا جماعة والله. يلا بقى كده نبدأ ان احنا نقطعها مع بعض. طبعا انتوا بتقطعوا بالشكل اللي انتوا حابينه برضو. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ شايفين الجمال؟ ولا هي رقيقة خالص ولا هي تخينة، السمك بتاعها خطير. وشايفين الجبنة؟ يعني انا هنا ما ولعتش عليها الشوية، يا دوب استوت من تحت بس. الجبنة بقت سايحة عليها وطعمها يجنن. يعني انا بصوا كنت عايزة والله العظيم كلها وانا بصورها معاكم. تحفة. شايفين المطة بتاعت الجبنة؟ حلوة جدا. ودول كده الاتنين التانيين اللي انا عملتهم بعد ما صورت معاكم الفيديو. تعالوا برضو كده ان احنا نقطعهم مع بعض ونشوف برضو الجمال كده. شايفين حجم البيتزاية عامل ازاي؟ حجم البيتزاية دوت يعني ممكن البيتزايتين من دول يأكلوا مثلا أسرة كده 4 أفراد، يعني لو هي أسرة مش كبيرة قوي وفيها أطفال الاتنين يأكلوا 4. شايفين البيتزا عاملة ازاي؟ شايفين الجمال؟ بصوا كده وانا بقطعها معاكم وهي دايبة. بصوا بتتقطع مني ازاي، دايبة دوب رهيبة. عايزاكم بقى كده تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش بقى اللايك والشير، لازم تجربوها.